واخيرا الحكومه ناضت تحركات باش توقف هذه الفوضى اللي كاينه في اسواق الحولي. واخا هذا القرار اللي فيه 5 ديال النقاط والعقوبات خرج شويه معطل، حيت ما بغيناش السيناريو ديال ذاك العام يتعاود، وهذا الشيء كان واضح الاخوان. المهم هادو هما 5 ديال النقاط اللي ذكرتهم الحكومه وفيهم الحبس والغرامات. القرار الاول حصريه البيع في الاسواق المرخصه والضيعات الفلاحيه المعتمده، يعني ما بقاش اي واحد يجيب 2 حواله ويربطهم في شي قنت او يبيع في المستودعات. كاين استثناء واحد هو البيع المباشر، الا مشيتي للضيعه وشريتي من عند الكساب. هذا الشيء مزيان حيت كيخليك تشري بلا وسيط ويسهل المراقبه البيطريه والامنيه. القرار الثاني فرض التصريح بالهويه ومصدر الحواله عند السلطات المحليه. هذا الشيء كيعني الشناق اللي كيجيب حواله مسروقين او مجهولين ما بقاش غيدخل للسوق. القرار الثالث وهو اللي الشناقه كيربحوا فيه ديال بصح وكيهلك المواطن العادي. الشناق كيدخل للسوق مع الفجر، كيشري الملاح من عند الكتاب الدرويش ويحتكرهم، ومني كتدخل انت مع 10 الصباح كتلقاه زاد عليك 1000 او 1500 درهم. دابا القرار كيمنع منعا كليا تشري الحولي من السوق وتعاود فيه البيع تما. الا شريتي الحولي خاصو يخرج من السوق نهائيا باش نحميو المنافسه السليمه. القرار الرابع منع المزايدات المفتعله، وانا غنشرح لكم هذه الخطه الذكيه. كتكون كتساوم وينقز واحد زايد ثمن خيالي غير باش يغلي عليك السوق. البلاغ الحكومي منع هذا التلاعب المصطنع اللي الهدف ديالو يطلع الثمن في ظهرك. القرار الخامس والاخير منع تخزين الاضاحي وخلق ندره مصطنعه في السوق. هذه هي الطريقه اللي كيديروها الشناقه الكبار اللي كيجمعوا الغنم شهور قبل، كيخزنوا الغنم في مخازن بعيده على السوق باش المواطن يلقى الحواله قلال. تما الطلب كيكثر والثمن كيشعل، والقرار جاي يمنع هذا التخزين السري. البلاغ كيوضح باللي المخالفين غيتعرضوا لعقوبات زجريه صارمه بزاف، فيها الحبس، الغرامات الماليه، واغلاق نقط البيع ديالهم فورا. وماشي غير هذا الشيء، كاين حتى الحجز على الاضاحي والمعدات المستعمله، يعني يقدر يمشي لك حتى الكميون اللي كتهز به الغنم وتخدم به. هذا الشيء اللي في البلاغ زوين، ولكن المنظور الشخصي ديالي هو واش غيطبق في الواقع. خاص الامن يدخل ويضبط الامور بيد من حديد باش الدرويش يعيد هذا العام. واش غيديروها؟